السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل ناس واحلى ناس في الدنيا، حبايبي ومتابعيني وكل الناس الكويسة. احنا النهاردة يومنا جميل. يومنا هقول لكم حاجتين جمال قوي. هنعمل مربى فراولة وهنعمل عصير كوكتيل او عصير برضو من الفراولة. لو انت عايزة تضيف عليه موز ضيفي، يعني نستغل الفراولة دي في حاجتين، مربى وعصير. عصير ايه يا ماما هيام؟ عصير يا حبيبي كان عندي لبن رايب هعمل لكم زبادو. احنا النهارده اي حاجه انتوا عايزين تعرفوها هعرفها لكم بامر الله. هنبدا الاول بسم الله الرحمن الرحيم. المكون اللي معانا اهوت ادي ايه؟ ادي مقطعين الفراوله قطع. ليه بنقطعها قطع؟ احنا ما بنضربهاش في الخلاط، لا عشان تبقى ايه فيها الحته دي بتبقى جميله قوي وانت بتاكليها في السندوتشات، غير ما تبقى عامله زي الميه لو ضربتيها في الخلاط. فاحنا دلوقتي بنقطعها كده مكعبات، يعني بنمسك الواحده نقطعها 4 كده. ادي الفراوله، الكيلو الفراوله ده كان كيلو، عليه نص كيلو ايه؟ كيلو عليه نص كيلو ايه؟ سكر. ده معيار نص كيلو سكر وزنينه. نخلينا بقى ايه في المربى الاول، وما نخلص من المربى اعرفكم ازاي. بصوا اعرفكم ازاي بقى العصير بيتعمل برضو ايه ازاي اللي هو الزبادو. بصوا حبايبي هنا بقى ايه الاول، احنا خلينا في المكون بتاعنا دوت المربى. ادي المربى اهيت حطيناها. المهم الحله بتاعتك تكون ناشفه ما تبقاش فيها ميه. احنا ما بنحطش على الفراوله ميه خالص، اوعي تحطي ميه. ويا سلام بقى لو ضفت السكر ده قبليها بساعتين وقلبتيه فيها هيسرد بقى ويشرب منها. انت طبعا انا ما اقدرش عملتش الخطوه دي عشان اعمل معاكم. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا حبايبي، بصوا يا حبايبي ادي المربى اهيت بتاعتنا، ولا فيها صعوبه ولا فيها حاجه. نص كيلو سكر على نص كيلو بتاع ده، نص كيلو سكر على كيلو ايه فراوله. الكيلو ونص فراوله انا شاريه ب10 جنيه. هعمل لكم منه حاجتين. شوفوا بقى انتوا بتشتروا الفراوله بكام. بصوا يا حبايبي اول ما بصوا هتغلي معانا هنهدي عليها خالص وعلى نار هاديه خالص. سيبيها بقى مع نفسها كده لغايه اما انا هوريها لك بقى في النهايه. ودي نص ليمونه هنحطها في النهايه، مش هنحطها من دلوقتي، لا ده في اخر حاجه ان شاء الله هنحطها. يبقى احنا عملنا ضفنا كيلو فراوله على نص كيلو سكر ومفيش ميه. قلنا مفيش ميه. عايزه بقى اللي انت هتعملي للسنه فراوله ومربى وتحطيها، تحطي فيها شعرة ملح. شعرة الملح دي مع الليمونه دي هي الماده الحافظه. وبعدين تحطيها ما تبرد تكيسيها في اكياس وتحطيها في الفريزر. تاخدي الكيس هيبقى فاكك على فكره، وتعملي منها احلى سندوتشات لاولادك ولجوزك ولاسرتك كلها. انا عماله اقول لك على افكار جميله، واللي ما يعرفش انا بكلم الناس اللي ما بتعرفش. اللي بيعرفوا على عيننا وعلى راسنا، يا رب تزيدوا معرفه كمان وكمان. وعلى فكره بيموت المعلم ولا يتعلم. انا لغايه وقتنا هذا بتعلم وهذا اتعلم ان شاء الله لغايه ما ربنا ياخد امانته. خلصنا من الفراوله خلاص، قلنا هي نص ليمونه اهي عشان ما ننساهاش. اما على نار هاديه بقى خالص مع نفسها، هي بقى ايه بتستوي مع نفسها. وكل شويه هنديها تقليبه. وما تيجي تعمليها اعمليها برده في حله تيفال كده عشان ما تلزقش منك ولا تشيط منك وايه، ولا تحطي ميه ولا حاجه. وكل شويه تقلبيها، بس هي دي المطلوب منك. وما تبرد عبيها ببطرمانات لو انت هتاكليها بعد اسبوع. لدانك تعبيها او في حاجه هتتركن معاك وعامله كميه كبيره زي ما قلت لك في اكياس. نيجي بقى الخطوه الثانيه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الخطوه الثانيه ايه؟ الزبادو. ايه يا ماما مهم الزبادو ده؟ الزبادو دوت اللي انت بتروحي تشتريه من بره. شوفي بقى العبوه الصغيره دي، انتوا شطار وبتعرفوا تحسبوا وبتعرفوا تشتروا وبتروحوا السوبر ماركت وتعرفوا. ده لبن رايب عندي. اللبن الرايب ده ليه استخدامات كتير عندي. انا بعمل منه قرص، اللي انا عامله فيديو القرص منها، وبيجي احلى قرص جميله اللي هي عامله زي الفينو. وبنعمل منه تاني ايه؟ العصير. ادي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اللبن بتاعنا الرايب وساقع. اللبن الرايب لو اللبن راب منك ما ترميهوش. وادي الفراوله اهي غسلينها ومنضفينها وحاطينها. ادي الزبادو. ادي يا حبايبي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، احلى زبادو في الدنيا. عايزه برضو تعمليه زي كوكتيل وتضيفي عليه موز، ليكوا الحريه الشخصيه. ده السكر بسم الله ما شاء الله. ما تكتريش في السكر. الزبادو ما بيحبش السكر الكتير، يعني لو انت احتاجتي حطي. انت عايزاه ايه يبقى فيه المزازه دي. وفي ناس هقول لكم برضو ايه بس بعد ما اضرب عشان ايه ما يزعجكوش. بسم الله. بصوا حبايبي شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوه، شوفوا التقل.
ولا تشتري بقى زبادو من بره، ولا تقولي ده انا حاسه ان انا صدري وجعني وعايزه زبادو، ولا اي حاجه. كل حاجه بيتي وكل حاجه. نيجي بقى ايه تاني؟ انا عندي حبه موز، ممكن اعمل ايه؟ كوكتيل اهو. شوفوا يعني ايه؟ ادي عصير كوكتيل. كل حاجه ايه؟ سهله معاكي، كل حاجه ربنا ييسرها ليه للكل. حبه موز هيطروا وهيعملوا، لا طب ما انا استفيد منهم واعملهم كوكتيل، وشربي ولادك وشربي جوزك، واعملي وقومي كده وبدعي واعملي لاسرتك، وحسسيهم الست اللي في البيت دي مش كل حاجه اروح اجيبها من السوبر ماركت، جيب من بره، لا انت قومي اعملي. يعني كل اللي هتعمليه اللي انت هتجيبي، بس جيب لي من النبي وانت جاي من بره كيلو فراوله وانا هعمل لكم، جيب لي 2 كيلو فراوله وانا هعمل لكم احلى مربى واحلى عصاير. اعملي كده وجيبي. يعني الفراوله كيلو ونص ب 10 جنيه، كيس اي حاجه من الاولاد بياكلوه، انت بقى هتاكلي وتاكلي ولادك وايه. وشوفي بقى الدنيا غلا، بس احنا هنتغلب على الغلا. هنضرب بقى الكوكتيل ده معانا واوريكم برده كوكتيل. ادي الكوكتيل اهو بتاعنا التاني. بصوا اهو، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بسم الله ما شاء الله. بس الكوكتيل بتاع الموز ده عايز يشرب على طول عشان بيسود. احنا بقى ايه لو عايزين نسيب دوت برده في الفريزر، في الثلاجه، هنسيبه يوم بحاله مش هيجرى حاجه. لكن بتاع الموز ده بيشرب على طول. وانا اول ما تعمل المربى هوريكم كده، اطلع لكم بوله كده واوريكم التخانه بتاعتها واوريكم الجمال بتاعتها. وتجيبوا بقى سندوتشات الفينو واعمل لكم سندوتشات يا احلى ناس واحلى متابعين في الدنيا. مع السلامه لغايه ما الفراوله تطلع معانا. بصوا يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الطاجنين اهو يعني يتعمل 4 بطرمانات. الله اكبر. بصوا كل ما بتقعد كل ما الحاجه بتتقل اهيت وجميله، وتقيد برديها طبعا. وانا حاططها هنا في طواجن ليه؟ لان لو حطيتيها في حاجه ازاز مباشره هتفرقع، لانها شايله سخونيه جامده. فاحنا ايه هنبردها الاول، وبعدين لو عايزه تحطيها في بقى بطرمانات ازاز حطيها. عامله كميه كبيره وعايزه تكيسيها وتحطيها في الفريزر، بس قلت لك شعره الملح دي اللي سبحان الله هي بتبقى الماده الحافظه، او ملح ليمون، ودي تبقى عندك في الثلاجه لاولادك عايزين سندوتشات، انت رايحه في مصيف، رايحه في حاجه، دي حاجات اساسيه في البيت. مربات، حلاوه طحينيه، حاجات، كل الحاجات دي بامر الله هنعملها مع بعض، وهتشوفوا كل حاجه حلوه من ايد ماما هيام، وانتوا هتبقوا اشطر ناس في الدنيا متابعين ماما هيام. وما تنسونيش في اللايك، ما تنسونيش تشاركوني، اعملوا لهم مشاركات كتير. كل الناس اللي ما عملتش يا جماعه، واللايكات تكتر. الناس اللي بتكتب لي حبايبي اللي هم اعز ناس عندي واخواتي، تنسوا اللايك. انا عماله افكركم باللايك اهوت. ومع الف سلامه يا اعز ناس واحلى ناس في الدنيا. مع الف سلامه.